السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم التقييمات الأسبوعية، وهي عبارة عن مراجعة نهائية خاصة بالأسبوع الخامس عشر. التقييمات الأسبوعية للأسبوع ال15 هي عبارة عن مراجعة نهائية، عبارة عن 6 أسئلة ورا بعض كده هنحلهم إن شاء الله. بفكركم لو دي أول زيارة لكم للقناة، سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول، ولايك وشير للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة. ما تنسوش يا اخواتنا الفلسطينيين من دعائكم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم. ما تنسوش المقاطعة يا شباب، المقاطعة هي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نخدم بيها اخواتنا في الظروف اللي هم فيها دلوقتي، بعد ان احنا ندعو الله ليهم سبحانه وتعالى أن ينصرهم. تعالوا مع بعض نبدأ الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول سؤال عندنا هو سؤال اختيار من متعدد في المراجعة بتاعتنا، هي عبارة عن مراجعة. تمام. علي is space, he is worried about talking to people. هو قلق بشأن التحدث مع الناس. برافو، سامع ناس بتقول شاي، خجول. شاي معناها ايه؟ خجول. يبقى علي يكون خجول، هو قلق بشأن التحدث مع الناس. organized منظم. clever ذكي. polite مؤدب. I like cats، أنا أحب القطط. they are my space pets. أيوة. favorite، سامع ناس شاطرة بتجاوب معايا. favorite المفضلة، الحيوانات الأليفة المفضلة. pets يعني حيوانات أليفة. the carnival is world of، هو عالم من fantasy، الخيال، fantasy. cinnamon اللي هي القرفة is a kind of، أيوة. spices التوابل، spices التوابل. طبعا wax اللي هو الشمع، clay اللي هو الصلصال، games يعني الألعاب. I use a space to brush my hair، علشان brush my hair يعني أسرح شعري، بستخدم الهير براش اللي هي رقم سي، hair brush يعني فرشة الشعر. السؤال التاني عندنا هو قطعة وفيها 3 فراغات وجايب لي 4 كلمات فوق، المفروض هملأ الفراغات ب3 كلمات من اللي فوق. My friend دينا، صديقتي دينا is 12 years old، عندها 12 سنة. She space in بورسعيد، عايز اقول هي تعيش في بورسعيد، بس she lives in بورسعيد. She is very good at، انها جيدة في ايه؟ جيدة في العلوم، science. تمام. She goes to school by، هي تذهب الى المدرسة by bus. تمام. Her father is a doctor, he works in hospital، هو يعمل في المستشفى. السؤال الثالث عندنا قطعة وعليها بعض الأسئلة. أنا عارف إن القطعة شكلها يخض كده، هي جايبينها طبعا منزلينها في الموقع بالشكل ده. أنا جبت اللي موجود في الموقع. كبيرة بصراحة، ومستواها يعني هي مستواها سهل وبسيط، هي شكلها بس اللي كبير، لكن هي سهلة وبسيطة ومناسبة لسنكم إن شاء الله. Many years ago، منذ سنوات كثيرة. A very poor farmer، فلاح فقير جدا. bought a piece of land، اشترى. bought معناها اشترى. a piece of land قطعة من الأرض. one day while he was working on it، في يوم من الأيام بينما هو كان يعمل فيها. he came upon an iron box، هو came upon يعني اكتشف أو وجد، هيسألني عليها فكرة. came upon an iron box، صندوق حديدي. that was buried in the soil، الذي كان مدفون في التربة. when he opened it، عندما فتحه. he was surprised، هو كان مندهش. to discover that it was filled with valuable coins made of silver and gold، هو عندما فتحه كان مندهش عشان يكتشف that it was filled with، مملوء بإيه؟ valuable coins، عملات قيمة أو ثمينة. made of مصنوعة من السيلفر الفضة and gold والذهب. since he owned the land، حيث أنه هو كان المالك. owned امتلك the land where it was found، حيث وجد الكنز. he could have kept the treasure، هو كان بإمكانه أن يحتفظ بالكنز for himself لنفسه. but the farmer was a truly honest man، ولكن الفلاح كان رجل أمين حقيقي. هنا honest معناها أمين، truly حقيقي أو حقيقة. he at once، هو في الحال. went to the person from whom he had bought the land، ذهب إلى الشخص الذي اشترى منه الأرض. and showed him the treasure، وعرض عليه الكنز.
What's this? ما هذا؟ asked the previous owner of the land. سأله المالك القديم أو المالك السابق للأرض. The farmer told him. الفلاح أخبره the story of how the treasure was found. القصة بتاعت إنه لقى كيف وجد الكنز. But the previous owner ولكن المالك السابق refused رفض. خلي بالكم refused يعني رفض. To accept it إنه يقبله. Saying قائلا the treasure would be mine if I found it. الكنز كان يمكن أن يكون ملكي لو أنا اللي وجدته. I think it must have been hidden. أعتقد إنه أكيد دفن أو خبئ have been hidden خبئ in the soil في التربة by my grandfather بواسطة جدي. Finally في النهاية the two men الرجلان decided to divide قررا أن يتقاسما the treasure into two يقسموا الكنز على 2 يعني يقسموا بينهم هما الاثنين. What did the poor farmer find? ماذا وجد الفلاح؟ An iron box, a golden axe, some clothes, a bag. هو وجد أول واحدة an iron box. The underlined words came upon means came upon اللي هنا دي هيسألني معناها إيه؟ إحنا قلنا معناها اكتشف. اكتشف يعني إيه؟ discovered. Yes, discovered. السؤال الثالث هو برضو مرتبط بالقطعة. Is the poor man أو the poor farmer هل الفلاح الفقير an honest man رجل أمين or a greedy one ولا هو رجل greedy طماع؟ هنقول إن هو honest man. نقول he is an honest man هو رجل أمين عشان ودى مرضاش ياخد الكنز لنفسه وراح وداه للراجل صاحب الأرض السابق. What did the farmer do right? ماذا فعل الفارمر الفلاح right صواب. ما الصواب الذي فعله؟ after he found the treasure بعد ما لقى عفوا بعد ما وجد الكنز. طبعا هنقول ان هو he at once موجود عندنا بالنص في القطعة. he at once went to the person from whom he had bought the land and showed him the treasure ووراله الكنز. Why didn't the previous owner of the land want to take the treasure from the farmer? ليه المالك القديم أو السابق للأرض مرضاش ياخد الكنز؟ هنقول لأن he said هو قال the treasure would be mine if I found it. الكنز كان سيكون ملكي لو أنا اللي لقيته. دي موجودة بالنص في القطعة بتاعتنا. السؤال اللي بعد كده هو السؤال رقم 5. punctuate the following رقم التالي. هنكبر الاتش برافو عليكم. ايوه how often يعني ايه how often؟ كم مرة؟ يبقى نحط في الاخر ايه؟ question mark. يبقى how often do you go to the dentist وحط الquestion mark في الاخر. كبرت الاتش لانها في بداية السؤال حطيت علامة الاستفهام. it's too hot in Aswan in summer. هنكبر الاي بتاعت it's ونحط في الاخر الفول ستوب لان برضو دي جملة ايه؟ خبرية. خلاص الجملة اللي فوق كانت استفهامية عشان كده حطينا لها question mark. الجملة دي بدأ ب it is هو يكون يبقى جملة. لو بدأت ب is it كنا حطينا question mark لكن it is يبقى دي جملة خبرية. هي تكون حر جدا في أسوان يعني يقصد الطقس يكون حر جدا في أسوان. السؤال السادس عندنا سؤال تصويب ما بين القوسين. تمام. حامد usually space وجايب لي go to school on foot. عايز يقول حامد عادة بيذهب للمدرسة سيرا على الأقدام. طبعا أنا هنا حامد مفرد. خلي بالك حامد إيه؟ مفرد. وأنا دايما في المفرد بزود إيه للفعل؟ برافو عليكم. في حالة المضارع البسيط بزود اس للفعل بس عشان الفعل ده آخره او يبقى هنزود له اي اس تبقى goes. طيب ليه احنا اعتبرناه أساسا مضارع بسيط؟ هقول لكم ليه. لوجود الظرف التكراري usually يعني عادة. ده من الأظرف التكرارية المهمة جدا اللي دايما بتعبر عن المضارع. والمضارع اللي هو ايه يا شباب؟ اما مصدر اللي هو جو او مصدر زائد اس اللي هو جوز. طب احنا ليه حطينا اس المضارع الثاني؟ عشان حامد مفرد. طب لو حامد اند عمر مثلا الاثنين جمع يبقى هنسيبها زي ما هي جو. فهمنا يا جماعه؟ دي مضارع بسيط لوجود يوجلي. وفي حاله المضارع البسيط لما يكون الفاعل مفرد حامد بحط له اس المضارع بس هنا عشان الفعل اخره او بحط له اي اس. The film was الفيلم كان ايه يا جماعه؟ هنا طبعا excited يعني مثار او منفعل
او متحمس، هو الفعل بيكون متحمس ولا محمس ومثير؟ اكيد بيكون محمس ومثير، يبقى بدل الاي دي هنحط ايه؟ برافو عليكم، اي ان جي. exciting the film was، الفيلم كان exciting بالاي ان جي، مثير. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم حاجه مفيده. ما تنسوناش من صالح دعائكم يا شباب. اسالكم الدعاء ليا ولوالدي ووالدتي ولاسرتي، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم، وحتى حينها اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.